هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 17 من مارس. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم أغنية ريم للأستاذ الفنان أبو بكر خليفة أبو فارس، وعقب الأغنية تستمعون إلى اللقاء الذي أجراه معه الأستاذ أحمد شريف ضمن برنامج متابعات. وفي اللقاء يستعرض الأستاذ أبو بكر خليفة مشواره الفني من العام 1988 حتى التحاقه بفرقة عدوليس في أسمرة، ثم يتناول بعد ذلك الأداء المستقبلي المتوقع لمجموعة ألوان للفنون والآداب والثقافة الإريترية، وهي مجموعة فنية جديدة. السودان يدعو إلى تكوين آلية جديدة للتفاوض حول سد النهضة. فرنسا وألمانيا وإيطاليا تعلق التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا. أخيرا، شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر الرئيس الأمريكي من اتباع سياسات معادية لبلادها. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك خاطب كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة. واقترح رئيس الوزراء السوداني في الخطاب الذي بعثه في 13 من مارس الجاري تغيير النهج المتبع في المفاوضات، والذي أدى على حد قوله إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة. وشدد خطاب رئيس الوزراء على أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في عملية المفاوضات، وهي ليست أبدا بديلا عنه، وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي يجب أن تواصل تنسيق وقيادة هذه الرباعية. وأشار الخطاب كذلك إلى أن الرباعية من شأنها أن تقدم دعما دوليا وإقليميا كبيرا، وتشكل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود، عطفا على أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة كانت جزءا من المفاوضات، وبالتالي على دراية بالموقف في سد النهضة. كما أوضح أن حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا عزمها على ملء ثان لسد النهضة في يونيو المقبل دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية. كما تؤكد بأن أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي. هذا وسوف يتبع هذه الخطابات تكثيف التحرك الدبلوماسي السوداني الإقليمي والدولي لشرح الموقف الراهن وخطورته وضرورة دعم اللجنة الرباعية وحث إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة. من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دايانا مفتي بأن بلاده لا تقبل غير وساطة الاتحاد الأفريقي وترفض أي مراقبين دوليين في المفاوضات. علقت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا بسبب ورود أخبار بتسببه لجلطات دموية لبعض الذين حصلوا على اللقاح. وقالت منظمة الصحة العالمية بأن تلك الأخبار لم تثبت بشكل مؤكد. من ناحيتها، قالت الشركة بأن 40% من الذين أخذوا لقاحها في أوروبا لم يصابوا بأي مشكلة أو عرض بعد التطعيم. ورغم ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي مساء يوم الاثنين الماضي تعليق التطعيم به لحين اجتماع مجلس الدفاع الطبي الفرنسي، حيث من المقرر أن تفرض الحكومة كذلك حظرا على الإقليم الذي تقع فيه العاصمة الفرنسية بسبب انتشار الوباء فيه.
حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ جونغ في تصريحات محلية الرئيس الأمريكي جو بايدن من مغبة اتخاذ سياسات معادية لبلادها بعد المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. في ذات الوقت وصل وزيراء الخارجية والدفاع الأمريكيين إلى طوكيو، حيث قالا في اجتماع مشترك مع نظيريهما اليابانيين بأن البلدين سيعملان على تدعيم التحالف بينهما في مواجهة الصين. كانت هذه مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إيرينا. السودان يدعو إلى تكوين آلية جديدة للتفاوض حول سد النهضة. فرنسا وألمانيا وإيطاليا تعلق التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا. وشقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر الرئيس الأمريكي من اتباع سياسات معادية لبلادها. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. على الكواسرون المباسر سكا بدا من يوم بلي هي نبر ريم سفال الكواسرون المباسر سكا بدا من يوم بلي هي نبر قال ومعل ترهان وحغو هي غدر كتي غليلي كون شاملات للفتر وريم سفال الكواسرون المباسر سكا بدا من يوم بلي هي نبر ريم سفال الكواسرون المباسر سكا بدا من يوم بلي هي نبر قال ومعل ترهان وحغو هي غدر بدي غليل كون شاملات للستر قطالبت رتبت فرستي مسل قطالبت رتبت سكندي مسل انت شطل مني اقلدي بالتقابل قطالبت رتبت سكندي مسل قطالبت رتبت فرستي مسل انت شطل مني اقلدي بالتقابل شليل الجروار المسل شمال قلي كبوتا يا غطين كفي زرال اللولي لها جوك الباب شفة مبلاسة دعوم لها جوك الباب شفة مبلاسة وصف من تبلوني جلبك مثل قياسة دعوم لها جوك الباب شفة مبلاسة دعوم لها جوك الباب شفة مبلاسة وصف من تبلوني جلبك مثل قياسة كيح شمبري بكيت باك الأكماسة أنا دا شابك حدود الفت قياسة المستمعون الكرام، تحية لكم من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، وهذه حلقة في برنامج متابعات. حلقة اليوم في برنامج متابعات حتكون متابعة فنية لفنان هو شاب وفي نفس الوقت برضه هو فنان راسخ الأقدام، يعني عمره الفني لو قلنا من 88 أو قبل 88 وحتى الآن، يعني ما نكون مبالغين، وهو الفنان الحبيب أبو بكر خليفة أبو فارس، من مواليد مدينة أسمرة والنشأة في مدينة كسلة، وبعد ذلك برضو زياراته لأسمرة والمهم تحركاته وذكرياته مع الفنانين والفرق الفنية في أسمرة وغير ذلك. الحقيقة أنا استمعت له في عمل فني جميل، العمل الفني عنوانه ريم،
مع مجموعة ألوان للآداب والفنون الإريترية. الفنان أبو بكر خليفة، مرحب بك في إذاعة إرنا الدولية من باريس. هذه إذاعة إرنا. أهلا وسهلا عزيزي الأخ الأستاذ أحمد شريف، أهلا وسهلا بك. يا هلا. سعيد بوجودي معكم في إذاعة إرنا الدولية. يا سلام، ونحن أسعد بك. نحن دائما لما نلاقي الفنانين نكون مرتاحين جدا جدا. حبيبنا الغالي أستاذ أبو بكر، هو أنت عارف اسم أبو بكر ذاته هو اسم فني يعني، وكثيرا من الفنانين أبو بكر سالم بالفقيه، أبو بكر قرقوش، وكثير من الأسماء الفنية حتى في السودان في مجموعة برضو عازفين وفنانين. أبو بكر، تفتكر يعني تعلقك بالفن منذ الطفولة، تفتكر أخذ منك شيء مما كنت تطمح إليه وإنت شاب صغير وكده، ولا أداك اللي كنت تتمناه؟ والله هو الفن فعلا من الطفولة يعني أداني اللي كنت أتمناه فعلا يعني. ما قصر معي الفن، لكن أنا اللي كنت مقصر منه. ما كنت مواكب كل الأحداث بتاعت الفن، وما كنت مواكب يعني أخذ الفن كفن أنا كنت أهواه. بس أنا اللي كنت مقصر يعني، لكن الفن أعطاني بما فيه الكفاية. أداك شنو؟ والله يا أخي الفن أداني الفرصة إنه أنا يعني أقدر أبقى فنان، وعرفني بنخب فنية كثيرة. أيوة. ولكن لظروف العملية والدراسية وغيرها، لظروف الحياة، أنا ما قدرت أواكب يعني بنفس المقدار اللي كان اداني له الفن. طيب يعني طيب ما حرمك من شيء؟ لا، ما حرمني من شيء. طيب يا سيدي الكريم، يعني ما في فنان ولا يقول الفن أخذ مني. أستاذ أبو بكر كده ادينا كده لمحة سريعة كده يعني، أنت ليه هويت الفن يعني، وفي نفس الوقت الظروف اللي ساعدتك والناس اللي ساعدوك في أنك أنت تبقى فنان. أنت فنان ما في شك يعني، وفي نفس الوقت الأسرة كان موقفها شنو من الفن؟ والله يا أخي بداية الفن أصلا كانت في الجمعيات الأدبية. هواية الفن كانت في الجمعيات الأدبية بتشجيع من المعلمين الكرام حفظهم الله إذا كانوا موجودين، وإذا كانوا توفوا كمان الله يرحمهم إن شاء الله. في المدارس زي ما أنت عارف طبعا يعني تديك المواهب. المدارس كان عندنا مواهب للتمثيل والشعر والغناء، فبدايتنا كانت. لكن من ناحية الأسرة طبعا أنت عارف الحياة الأسرية الإريترية بالذات شوية ما كان في قبول إنه أنا أهوى الفن. كويس. فكان في تشجيع من أخواني عبد الغني ويوسف وغيرهم، لكن ما هو التشجيع يعني تقول عليه، بس شافوا طموحي وشافوا هواياتي فهم وقفوا معي يعني ما قصروا معي. طيب أول مرة طلعت فيها المسرح 200؟ أول مرة طلعت فيها المسرح كانت في سنة 88 تقريبا. 88 89 في دلتا القاش في أروما. في المدرسة؟ لا، الفرقة الفنية اللي كانت من ضمن اتحاد الطلاب الإريتريين للمجلس الوطني. كانت كونت فرقة فنية مكتملة من بنات وأولاد وكل يعني كل شيء. فكنا نطلع جولات، من ضمن الجولات اللي طلعناها يعني مسرح مكتمل كان. أنا طلعت قبلها، كنا قاعد نعمل حفلات في كسلة
في مكتب الجماهير الإريترية بالحي الشعبية في كسلة. لكن المسرح المكتمل بكل العازفين وكل الفنانين، والتقيت فيه في فنانين سودانيين، اللي هو مسرح دلتا القاش في أروما. طيب كده اذكر لنا اعضاء الفرقه اللي كانوا معاكم من التابعين للفرقه الاريتريه. ايوه انذاك كانوا الفنان موسى صالح رحمه الله عليه. ايوه شاركنا، كان هو من الفرقه المركزيه اصلا، لكن شاركنا نحن فرقه الجماهير كنا منظمات الجماهيريه. ايوه برضو شاركتنا الفنانه عشا سانتو. وكان معنا العازف المخضرم هاشم سمرة عازف الأورج. نحييه من هنا، هو معانا هنا. وأنا حييه أيضا، وحيي كل الشباب الذين كانوا معنا، والشهيد جمال صومالي، والأخ المرحوم إيمان إدريس إيمان رحمة الله عليه. رفيقي اللي هو الآن في إريتريا محمد عثمان أدروب، كنا مرقبين بأدروب. والأخ خالد علياي، والأستاذ مؤسس الفرقة الفنية في اتحاد الطلاب الإريتريين اللي هو عبد الرحمن صالح الله يرحمه. رحمة الله عليه. أيوة الله يرحمه إن شاء الله. كان معانا برضو من الأخوات، ممكن أذكرهم، ما عارف إذا كان ما في مانع. الآن هم ما شاء الله مع أسرهم، واللي تزوجوا وخلفوا كانوا زي الأسرة الواحدة معانا. فما عارف في بداياتك كنت بتهوى عزف الدرام. نعم. في الونس اللي أجريناه معك قبل التسجيل، كيف تحولت من عازف إلى فنان؟ وإن كان أنا ما أميز بين هو العازف ذاته فنان يعني. بالتأكيد بالتأكيد. لكن غنائيا يعني. أيوة أنا كنت أميل للفن أصلا من طفولتي. يعني أصفر وأغني وأعمل وهكذا. لكن لما جيت زي ما قلت لك، لما جينا نشوف الحفلات اللي كانت تقام في المستشفيات أو عيادة جرحى حرب التحرير في كسلة. أيوة. طبعا انت عارف الدرام شويه كان يهز المشاعر بالدم وبالصحن الكوش والهناء. فنحن من الطفوله الواحد انا هويت انه ابقى عازف درام، يعني شفتها هيبه، يعني الواحد في كل ايوه. لكن الحس الغنائي كان عندي له. الحس الغنائي كان عندي له. وحتى ناس البيت ذاته كان عندهم مشكله معي في موضوع الصفاره، يعني في اي حته كنت قاعد اصفر. لا مؤاخذه، حتى في الحمامات يعني. بالتأكيد. او في دورات المياه عفوا. بالتاكيد بالتاكيد. دي مراحل مر بها اي انسان مر صحيح. بالحياه. هو يا اخونا ابو بكر، ليه بيكون الغناء حلو في بيوت الادب يعني؟ والله يا اخي ليه؟ عشان فيه ايكو صدى، ولا ما عارف جنون الفن يكونوا هناك قاعدين؟ والله بيقولوا كده، لكن افضل انه في عازفين كتار جوا يعني اكثر مني معرفه، وافضل مني تعبيرا في الكلام ده، بس انا ما اعرف. طيب حبيبنا. وبعدين انت يعني في دائما اي فنان يعني بيذكر شخصيات معينه، يعني والله فلان قالوا لي يا اخي ما تجرب وكده وبتاع، يعني حتى الفنانين الكبار، الكابلي والامين رحمه الله عليه، الامين عبد اللطيف، وربنا يدي الصحه والعافيه لاستاذنا الكابلي، وكل الفنانين يقول لك والله فلان في واحد لزاني كده يعني. فمين اللي لزاك على المسرح، بالاضافه لما ذكرت يعني تشجيع من اخوانك وكده يعني؟ لكن اكيد في واحد او في وحده لزتك على المسرح. نعم اللزانه على المسرح اكثر شيء في الجمعيات الادبيه هي المعلمين. كان الاستاذ
إبراهيم هندسة، الآن هو في السعودية. نحييه. يشجعني، كان في علاقة بينه وبينه، يعني كأننا أصدقاء، لأن أنا صغير بس هو كان يتعامل معنا وكأنه هو يعني صديقنا. كنت تغني شنو في الجمعيات الأدبية؟ الجمعيات الأدبية وحتى المنظمات الجماهيرية أنا كنت قاعد أغني أناشيد، وفي نفس الوقت كنت قاعد أغني لإدريس محمد علي فك الله أسره، آمين إن شاء الله. والأستاذ حسين محمد علي بالتحديد الفترة يا دي. سلام، نحيي حبيبنا. أحييهم من هنا إن شاء الله. نعم. ربنا يديهم طولة العمر، وهم كانوا سند وانطلاقة لنا نحن، وعبرهم لقينا يعني الواحد يطلع في المسارح ويتكلم ويقول ويغني. الأيام دي طبعا أحييهم. أستاذ حسين محمد علي النهر الخالد مشرفنا في الرئاسات الفضائية، ويذكر دائما كل الفنانين، والنهر الخالد الآخر أبو خالد إدريس محمد علي. طيب كنت تغني ساعتها شنو؟ ممكن تدندن لنا شوية أخونا أبو بكر؟ والله أنا ساعتها في فترة الغناء ولا في المدارس يعني؟ في المدارس أول شيء. ما هي الجمعيات الأدبية هي اللي بتشكل المعدن والمصنع، المصنع الأصيل بالنسبة للفنانين والمبدعين عموما يعني. نعم والله كان في أناشيد لأحمد سعد، لترانيم ثورية المهم ما بتذكر مين هي. فكنا نرددها الجماعة، وأغاني طبعا لحسين زي ما قلت لك. كان في زي شنو مثلا؟ تقول يا جرحنا الراقد في عيوننا يا همة الرجال، تقول كيف كنتوا تأدوها؟ الراقد في عيوننا يا همة الرجال، يا جرحنا الراغب في عيوننا يا همة الرجال، لا تحزني لا تحزني إريتريا، لا 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 لا، وهكذا يعني. كان يا سلام، جميل جميل. ولحسين كنت تغنوا شنو؟ والله لحسين أنا كنت يعني كنت تحب شنو يعني من أغاني حسين؟ أغنية واحدة كان قاعد تقول شعب إريتريا صبر ودين. كده ممكن ترددها ليه، تسمعنا ليها شوية؟ والله لو قدرت أتذكر منها شوية إن شاء الله هحاول. نساعدك ما مشكلة. شعب إريتريا صبر ودين، شعب إريتريا صبر ودين، عاوز تقتت بس وعد كتتي تاريخ كي بدي. لا يا سلام لا 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 يا سلام، لا 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 لا، أباي لا تتحللا عستر بيلو عستر، أباي لا تتحللا بدربيلو وعستر. عالم كله سمع يا عباي تلي تتستر، سر تاريخ قبقى كتب الذي الدفتر، تما لفجنا ثابت هلا قل اشتر، ثابت هلا قل اشتر. شعب إريتريا صبر وديه، شعب إريتريا صبر وديه، أو تقل تلبس تعد كتفيه تاريخي بديه. يتحدقوا نضالكم ويتترفوا دنقوبة، يتحدقوا نضالكم ويتترفوا دنقوبة. شغوق لبأمان. أمانة هليتي نبويتي. المهم وهكذا. يا سلام يا سلام. في أصوات داخلة علينا أستاذ إبراهيم، أبو بكر خليفة، أبو فارس. إذا في حاجة كده إن شاء الله يعني من جانبك تكفل علينا، لكن تكفل لنا لو في حاجة مفتوحة، لكن أتمنى أنه الجانب الفني الآخر يكون سليم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين والمتابعين، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، وحلقة في برنامج متابعات، وهذه المرة تأتيكم ثقافيا وفنيا، وضيفنا هو الفنان المحترم أبو بكر خليفة أبو فارس، حيث يتحدث إليكم من باريس. أستاذ أبو بكر، طيب
أنتوا في مكتب الإعلام برضو كنتوا تغنوا لكلمات من أشعار الأستاذين العزيزين شعراءنا وأساتذتنا محمد الحاج موسى والأستاذ عبد الله عمر كرام، أحييهم من حيث إقامتهم في المملكة العربية السعودية كرام، وفي أسمرة أستاذنا محمد الحاج. كده دايرين شهادة للتاريخ، كلمة تقول في حضرة الشاعرين الكبيرين حبيبنا أبو بكر. والله يا أخي الكلام بسيط والشكر بسيط والعرفان بسيط للشاعرين الكريمين العملاقين الأستاذ محمد الحاج موسى والأستاذ عبد الله كرام. هم طبعا كانوا رفاق لنا نحن ومعلمين في نفس الوقت في الفرقة المركزية للمجلس الوطني الإريتري. يعني مرافقيننا على طول. العملاقين هم كانوا مسؤولين من الفرقة، وفي نفس الوقت كمان كانوا الأناونسر اللي هو كانوا مقدمين الفرقة في المسارح، في كل المسارح، بأشعارهم وبأدائهم وبكل شيء. وأيضا ما قصروا مع الفرقة الفنية، هم اللي كانوا يدعموا الأغنية العربية أو الأنشودة العربية بالذات. يا سلام. الأستاذ عبد الله كرام أنا أتذكر تماما كان يدعمنا، عندنا أناشيد وطنية معتمدة في الفرقة الفنية. تذكر منا شيء أبو بكر؟ بالتأكيد أذكر منا نشيد وطني جماعي كان عندنا تقول: رفاقي 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 لا 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 رفاقي نضال طويل تسامى را 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 وكونوا حماة وكونوا سامى را 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 رفاقي نضال طويل تسامى رتتتا وكونوا حماة وكونوا ساما ترر وكونوا ضياء يشق الغمام وكونوا سودا تمدته ياما رفاقي 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 لا 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 تقول تركت دياري ضمارا وغمت أحف صغار اليتامى تركت دياري ضمارا وغمت أحف صغار اليتامى لأني رضيت النضال غدا وأني رضيت الوفاء انزمام لأني رضيت الوفاء غدا وأني رضيت الوفاء انزمام وأمي تناقي شباب البلاد يقولون غلبت عادي الزمام رفاقي رفاقي رفاقي. يا سلام. وهكذا يعني طويلة هي. يا أخي يا أستاذ أبو بكر، أنت ليه ما تجدد هذا اللحن والنشيد الجميل؟ والله يا أخي أنا طبعا الفكرة الآن إحنا لما أنشأنا مجموعة ألوان للآداب والفنون الإريترية، عندنا فكرة التجديد وفكرة كل الأغاني اللي عندنا اللي هي الوطنية والعاطفية. وفي الفكرة إن شاء الله نحن كمجموعة نعم هنقوم بالعمل دي والله أنا يعني أحملكم أمانة، ولأنه هذا الكلام كلام قوي وكلام وهو يتحدث عن الوضع القائم يعني. وطبعا دي الأماني دائما هي مشرعة وموجودة في كل زمان ومكان.
كده حدثنا عن مجموعة ألوان للآداب والفنون الإريترية. أنتم كم واحد وإن كان من عنوانكم معروف الأهداف، لكن حدثنا عن هذه المجموعة ومتى تأسست؟ بالتأكيد. المجموعة دي تأسست في 2019 تقريبا. كويس. فنحن شباب طموح، شباب يعني عنده الفكرة الفنية عامة، من عازف وملحن وشاعر وناقد وفنانين. نحن نتكون من 5 أشخاص. يا سلام. طيب وتغنوا بشنو؟ نحن نغني. شوف العنوان زي ما قلت كافي جدا، الألوان للآداب والفنون الإريترية. نحن نمثل كل ألوان الطيف الإريتري. طيب. وعندنا كل ألوان الطيف. يعني لما أقول لك ال9 قوميات كلهم مجبرين إنه نتغنى بهم، نحن نمثلهم. كويس. نحن ممثلين ال9 قوميات الإريترية بتراثها. فعندنا أعمال جاية إن شاء الله. نحن طبعا الواحد لما يبدأ بالرصيد اللي عنده. كويس. نحن رصيدنا الآن بدينا بأغنية التجري. يا سلام. أو بلغة التجري. ومن هنا أحيي المجموعة، الأخ عبد الله فاقراي، والأخ الشاعر الطاهر كرار، والعازف سعيد حكيم، والفنان محمود والشوم. وحييهم من عبرك يعني إن شاء الله. والله نحن لقاء جامع بإذن الله يعني. والله نحن يشرفنا إنه نلتقي بكم كلكم كمجموعة، وإن شاء الله نحن برضو نمد يدنا لكم إن شاء الله، برضو نتعاون معاكم إن شاء الله يعني بإذن الله. ودي المقابلة من حيث هي ذاتها هي شكل من أشكال التعاون والدعم لكم إن شاء الله. بالتأكيد. هذه المجموعة نشأت في 2019، كانت في دراسة وورش، لكن انطلاقة كانت في 2020. يا سلام. انطلقنا وعملنا بنودنا، وعندنا رصيد من الأغاني ما يكفي إلى 2 لقدام جاهز. يعني ما حنتوقف، عندنا برنامج كل شهرين ننزل أغنية لفنان معين من الاثنين. أوكي. يعني هسي يعني أغنية ريم اللي غنيتها أنت جاية. أيوة. ضمن هذا المشروع؟ أيوة ضمن هذا المشروع. جميل جدا. القادم شنو هسي؟ القادم إن شاء الله أغنية باللغة العربية الدارج السوداني. أغنية لمدينة كرم. يا سلام. ممكن نسمع منك كلمات؟ أنا أحيي كل مدن إريتريا بدون فرق. يا سلام. نعم. ولكرن طبعا مكانتها الفنية. نعم. حبيت أزيد شوية. تفضل. معلش. في المجموعة قائمة بذاتها، ما عندها أي اتجاه تلتفت إليه. أيوة. إلا تشجيع القاعدة الجماهيرية الإريترية والغير إريترية، يعني المعجبين. جميل. أغنية كرن أو الأغنية لكرن كلمات الشاعر مين وكلمات شنو يعني لو تقدر تقول لنا؟ الشاعر العازف والملحن سعيد حكيم، اللي هو من نفس المجموعة. أنا زي ما قلت لك، نحن لما نعمل عمل المجموعة مكتمل عامة، يعني ما بنطلع برا. حتى لو طلعنا برا الحق الأدبي بنديه باسم المجموعة. جميل جميل. طيب كلمات شنو؟ الأغنية تقول: بالكاف كريمة، بالراء رحيمة، بالنون نعيمة، جنات عدن يا كرم. يا سلام. أول مرة يعني هذه المقولة طبعا بيرددوها الكرم بويز دائما في أي مكان، لكن لأول مرة تخلد في موسيقى. دي فكرة خطيرة. يا سلام. أنا أشتم السلم السباعي في ألحانكم، مع أني خليط بين الخماسي والسباعي يعني. ده تميز كويس والله.
طيب ممكن تحدثنا أستاذ الفنان الكبير أخونا أبو بكر خليفة أبو فارس، كده حدثنا عن زيارتك لإريتريا، وبرضو انضميت لفرقة عدوليس باند، أو كان عندك معاهم محاولات للغناء؟ نعم كان عندي محاولات إلا ما انضميت. بس أنا بعد التحرير عدنا إلى أرض الوطن في 95 تقريبا. نعم. فكان عندي يعني لقاءات مع العازفين القدامى حيهم من هنا، عشاق الوطن عامة، مختار صالح، كمال، علي عارف، أربش الله يرحمه، رحمة الله عليه. نعم. كلهم سبقوني. وعبد يوسف رحمة الله عليه. نعم. أيوة عبد الحكيم. ديل بالمناسبة بالنسبة لي كانوا يعني زي ما تقول دفعة مميزة. لولاهم أنا ما كان واصلت، يعني بتشجيعهم أنا وصلت المراحل دي. يعني ما حصل يوم يعني قالوا لي يا أخي أنت أبو بكر والله صوتك كده وأعمل له كده وأنت ما قابل للقناء، أو أنت يعني في أي حفل بصراحة أنا ما كنت ما كان عندي شغل مميز بالنسبة للفن في إريتريا. لكن أي عمل كان عمل اجتماعي ولا عمل بسيط ولا عمل حكومي، فرقة عشاق الوطن كان قاعد يدون الأمل ويدون الفرصة إنه أظهر في المسرح. يا سلام. كنت تغني ساعات شنو مع عشاق الوطن؟ برضو لإدريس عشاق الوطن كثير ما غنيت، بس أنا يعني فترة كانوا قاعد يجوا جولات في السودان، في إريتريا، في كسلا. كنت أغني للعملاق فنان الثورة الإريترية اللي هو ود الشيخ. أيوة كنت متأثر بأغنية كرن. كنت أغني برضو له في أغنية ثورية برضو، سلام ابن من الباب. نعم. فكنت متأثر به وهو برضو، يعني كل الفنانين الإريتريين. لكن بعد عودتي لإريتريا ما كان عندي الاحتكاك اللي هو تقول عليه في الفن مع الفرق. فأنا كنت إنسان يعني سجيل، أنا خشيت سجيل. الشباب دول كلهم كانوا خشوا من تابعين العودة الطوعية بتاعت التنظيمات. نعم. نحن طبعا حندخل أغنيتك ريم، الأغنية الجميلة الرائعة. نطلب من أخونا الأستاذ فتحي عثمان يشنف الأسماع بأغنيتك وأدائك الجميل الرائع. سفال الكواسرون مبازر زكاة بدا من يوم بلي هي نبر بيم سفال الكواسرون مبازر زكاة بدا من يوم بلي هي نبر قالوا ومعل ترهان وحقو هي غدر بدي غليل يكون شاملات وللستر سبكو ساقم كو تماثل يريكو سبكو ساقم كو تماثل يريكو شامات نسيني وانا ناقي هليكو سبكو ساقم كو تماثل يريكو سبكو ساقم كو تماثل يريكو شامات غطليني وانا ناقي هليكو سراي رحمين ومصير لبكي هبيني قرب يا جنجناب شامات كرديني جرواري كبوتا يا غديم كم في زران لتلولي شليل جرواري كبوتا يا غديم كم في زران لتلولي مسلا حريت من سنات الابقر متى وحشمتا
جينا ما نمثلها حريت من سناتها لبقرمتها وحشمتها أول ودا قرينا تماثل كيرينا قرمت حشمتنا ياتا جينا من بسناتا أول ودا قرينا تماثل يرينا قرمت حشمتنا ياتا جينا من بسناتا أول ودا قرينا تماثل كيرينا قرمت حشمتنا ياتا جينا من بسناتا أول ودا قرينا تماثل يرينا قرمت حشمتنا ياتا جينا من بسناتا لكن قبل ما نختم اللقاء أخونا، وده طبعا الجزء الأول اللي احنا هنخش معاك إن شاء الله الجزء الثاني. فأنا برضو من الأغاني اللي كنت بحبها سلام قبل من الباب لوتشيخ، لأنه هي جات في زمن يعني 90 يعني لما غناها في بولونيا، والأحلام كانت وردية والأماني يعني كانت برضو يعني مفتحة كده ورائحة العبير قدام الناس كده تفوح. ممكن تدندن لنا سلام؟ والله إن شاء الله أذكر لك منها شوية. سلام قبل من الباب ورق بمس الباب، سلام قبل من الباب قل الدنقل والشباب، سلام قبل من الباب قل مشايخ طب كتاب، سلام سلام قبل الليكو قل حرسو طب ثواب ثواب ثواب، حنون أكيد في بأكيات ودي بد وينت أكاد. يا سلام 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 قبل الليكو من ما يتنساتير ود أسمرا من دفرا كرن وما يدعاري بالشرات حنون أتيت من أدبر ووادي تدوزنا قنت لي دنيا تدح ومرقدي سلام قبل هليكو ما يأكمهم لتاكي. والله يا أخي زمنك جميل وصوتك، زمنك جميل وصوتك طروب بجد يعني. وانت عارف الفنان الحقيقي هو اللي بيغني بدون أجهزة موسيقية وآلات عزف. والله أنا سعدت بلقائك أخونا الحبيب أبو بكر خليفة أبو فارس، وللحديث بقية. حنبدأ يعني وجودك في باريس والغربة والشوق في نفس الوقت، وانتو كشباب يعني أخذت منك شنو وأدتك شنو، وتواصلك مع آخرين من المبدعين والفنانين والشعراء خارج فرنسا. كل ده إن شاء الله حنجيه في الحلقة القادمة. أخونا أبو بكر، عندك كلمة دار تودع بها جمهورك وحتى تعدهم بشيء قادم، ووصيتك كمان للمبدعين بشكل عام؟ والله يا أخي قبل ما أقادر أحيي المستمعين وأقول لهم إن شاء الله حيكون عندنا الجديد. فعلا ما اديناكم الجديد، وأنا من المؤمنين بالجديد، كل مرة أؤمن بالجديد. أنا لما أدي يعني لازم انتظر، أدي بضاعة نظيفة انتظر منا يعني عائد نظيف. فأرجو من المستمعين إنه يشجعوا قناة ألوان لمجموعة ألوان للآداب والفنون الإريترية بكل ما يملكوه ماديا. شكرا جزيلا. ماديا احنا مكتفين تماما، مكتفين انه نحن نقدر نسجل تسجيلاتنا بقدراتنا بامكانياتنا.
أن إحنا عاوزين من المستمعين والمشاهدين والحضور كلهم إنه يشجعونا ويوصلونا مراحلنا اللي عايزين نصلها بالشير باللايك بكل شيء. ده المطلوب طبعا. هي قناة ألوان على اليوتيوب صح؟ على اليوتيوب نعم، قناة ألوان على اليوتيوب. يكتبوها بالعربي ولا بالإنجليش؟ بالإنجليش. جميل جدا. نحن ندعو المستمعين إنه يخشوا على قناة ألوان ويدعموا ويشيروا، وفي نفس الوقت يعملوا الإعجاب، وفي نفس الوقت برضو يعني يتابعوا هذه القناة. والله أنا سعدت بلقائك حبيبنا الغالي أبو بكر خليفة أبو فارس. وأنا عبر هذا البرنامج أشكر زميلنا وأستاذنا مدير القسم العربي الأستاذ فتحي عثمان اللي ربطنا وإياك وادانا رقمك، وبرضو أشار لنا بأنه نشتم هذا العبير الفني الفواح الجميل، وكان بإمكانه يعمله أستاذ فتحي، حيث الأخ أبو فارس موجود معه في باريس، لكن رمى علينا العنبة، يعني رمى لنا العنبة من باريس إلى أستراليا. وأنا أشكرك يا أستاذ فتحي، وأشكرك أخونا أبو بكر، وإن شاء الله نلتقي. وبرضو داير إنك تجهز لنا حاجة من الأغاني السودانية الجميلة، طالما أنت من كسلة تغني لنا ليه كسلة، يعني حبيت عشانك كسلة، ولا أي أغنية في مقبل الأيام. شكرا لك حبيبنا الغالي أبو بكر، وأنا سعدت بلقائك، ومؤكد إنه المستمعين يشاطرون هذه السعادة. في ختام هذا اللقاء أشكركم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة إيرنا الدولية في باريس. أنا أحمد شريف برفقة أخونا الفنان أبو بكر خليفة أبو فارس. في نفس الوقت تحيات أستاذنا فتحي عثمان وبنيام سيمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا ولمن فاته متابعة الأخبار، نقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. السودان يدعو إلى تكوين آلية جديدة للتفاوض حول سد النهضة. ذكرت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خاطب كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة. فرنسا وألمانيا وإيطاليا تعلق التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا. علقت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا بسبب ورود أخبار بتسببه لجلطات دموية لبعض الذين حصلوا على اللقاح. وقالت منظمة الصحة العالمية بأن تلك الأخبار لم تثبت بشكل مؤكد. من ناحيتها قالت الشركة بأن 40% من الذين أخذوا لقاحها في أوروبا لم يصابوا بأي مشكلة أو عرض بعد التطعيم. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر الرئيس الأمريكي من اتباع سياسات معادية لبلادها. حذرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ في تصريحات محلية الرئيس الأمريكي جو بايدن من مغبة اتخاذ سياسات معادية لبلادها بعد المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج المتابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. تقبلوا تحيات زميلي أحمد شريف وتحيات محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.